يلا نحضر فطاير اللحم الشهية بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أطيب. يلا نبدأ. للعجينة بحتاج كوب مي دافئ، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة سكر، كوبين طحين، وملعقة صغيرة ملح، وبنعجن حتى تتماسك العجينة. بعد بضيف عليها ملعقة صغيرة زبدة، وبكمل عجن مدة 5 دقايق لأحصل على عجينة ناعمة. بتركها ترتاح نص ساعة، وبهالوقت بجهز الحشوة. بمقلاية على النار بضيف ملعقة زبدة، بنزل عليها حبة بصل مبشورة ناعم، وبعدها بنزل اللحمة وبقلبها حتى تستوي. بعدها بضيف ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة فلفل أسود، وبحركن منيح. وهيك صارت الحشوة جاهزة. بقطع العجينة ل6 قطع متساوية، وبكور القطع وببدأ بفردهم بالشوبك. برققها قد ما بقدر، وبعدها بدهنهم بملعقة صغيرة من الزبدة، وبقطعهم بالطول. ضيف القطع فوق بعضن وبلفن على ايدي بهالشكل. بسكرها من جهة وبحشيها باللحمة، وبرجع بسكرها من الجهة التانية وبضغط عليها شوي بهالشكل. بصفن بصينية فرن مدهونة زيت، وبدهن وشن بصفار البيض، وعلى الفرن على أعلى حرارة من الجهتين. وهيك صاروا جاهزين. ريحتهم بتشهي والطعم ولا أطيب. لازم تجربوها، وصحتين وهنا.